السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في قناه سيده البيوت. وكما العاده الا كانت هذه زيارتكم الاولى لقناتي انا مرجو الاشتراك وكذلك تفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ويوصلكم الفيديو ان شاء الله فورا نزولي. وتنعاود ناكد على الجرس لان بزاف البنات كيقولوا لي في التعليقات راه ما شفناش الاشعارات. هذا مكان جيت اليوم ان شاء الله نوريكم وصفه طبيعيه، وصفه متداوله وسهله، جيت غير نفكركم بها وفي نفس الوقت يعني اللي ما عرفهاش تنوض ديرها دابا حيت راه وصفه رائعه كتبيض الاسنان. بالنسبه يعني السنان راه عارفينهم كيصفروا بالقهوه بالاتاي يعني كاع داكشي اللي فيه مسبغات. عفوا الحاجه يعني اللي فيها ديك المسبغات كتصبغ لينا الاسنان ديالنا فكيصفروا مع المده. واخا تنغسلو كاين اللي واخا تيغسل سنيه بسنيه ضروري ما كيصفروا، خصوصا كاين الماء تيكون حتى هو كيصفر. كاين واحد النوع ديال الماء كيصفر السنين على حساب كل منطقه وعلى كل مدينه. هاد الوصفه ما فيها باس يعني ديروها واحد جوج مرات، تكونوا تغسلوا يوميا سنيكم، ديروها واحد جوج مرات في الاسبوع، يعني في وسط الاسبوع واحد جوج مرات او لا حتى ثلاثه او لا. كاين اللي كيديرها يعني يوميا الا كان الاصفرار كثير عندك في السنين وبغيتي النتيجه يعني تبان في واحد المده وجيزه، من الاحسن ديريها يوميا حتى تعطيك النتيجه. عاد بديت تنقصي تدريجيا يعني ما تستمريش عليها واحد المده طويله حتى فيها بيكربونات الصوديوم. هي تكون شويه بجهده على السنين، ولكن الا بقات يعني مده طويله. بيكربونات الصوديوم هو الخميره كيماويه، وكاين بيكربونات الصوديوم يعني كيتباعوا في الصيدليه. من الاحسن هذوك بلاش حيت تيكونوا مجهدين. هذوك الا كنتو غادي تستعملوهم يعني واحد الباكيره كتكون خضراء، الا كنتو غادي تستعملوها تاع الصيدليه فمن الاحسن ديروهم مره واحده في الاسبوع. هذاك بيكربونات الصوديوم راه رائع للسنين، غير ما تكثروش منه. اما بالنسبه للخميره الكيماويه راه فيها بيكربونات الصوديوم، راه كتكون من بيكربونات الصوديوم حتى هي، ولكن كتكون بواحد الدرجه خفيفه. كان هي اللي عندي هنايا يعني الخميره الكيماويه، وهنايا عندي بضع قطرات الحامض، وهنايا كذلك عندي الخل ديال الحامض. الخل ديال الحامض هنا علاش استعملته تيبقى غير اختياري لانه تيكون يعني مجهد، يعني تيكون مجهد مخلل، كيبيض الاسنان وكيحيد ديك التصبغات بسرعه. هذا تيبقى غير اختياري. يعني هذه الوصفه اللي غادي نعطيك راه اقل من 5 دراهم كتقدري كتستعملها، يعني 10 ريال ديك هذه دايره 10 ريال. واحد الحامضه يعني درهم وتقريبا هذا ما عرفتش شحال تيكون داير، قرعه صغيره تقريبا حتى هي ما عرفتش واش 4 دراهم ولا ما نعرف، تقريبا هذا القياس. يعني وصفه سهله ومع ذلك تيبقى هذا اختياري. ممكن تكتفي فقط بالحامض وبيكربونات الصوديوم او الخميره الكيماويه. هذه هي الطريقه سهله بزاف. يعني غادي ندير واحد القطرات ديال الخل يكون تا هو ديال الحامض، يعني كيتفاعل مع الخميره الكيماويه. يعني وصفه سريعه. وغادي ندير كذلك الحامض، بضع قطرات الحامض. يعني واخا تقولوا لي ديرهم بجوج حامض الا ان كل واحد عنده الخاصيه ديالو. وغادي ناخذ يعني شيطه ديال السنين اللي كنستعمل، وغادي ندير فيها سنيار باي سنيار كنستعملو انايا خاص بالاسنان، وغادي نحرك بحال هكا، وغادي نغسل السنيه بهذه الطريقه هذه. يعني غادي نبقى تنهزو يعني بهذه الطريقه كيشوفوا التفاعل. يعني غادي نهز ونبدا كنغسل وفي نفس الوقت كنشلل ونعاود نهز ونغسل ونبقى نهز ونغسل، يعني كل مره نهز ونغسل ونكون غسلت الشيطه ونعاود نهز، يعني واحد 3 حتى 4 ديال المرات وانا كنغسل مزيان، كنغسل سنيه مزيان بهاد الخلطه هذه. كنتمنى يعجبكم الفيديو. كي قلت لكم كرروه على الاقل 3 المرات او لا غير 2 مرات، يعني كافيين في وسط السيمانه وتغسلوا سنيكم بطريقه مداومه، راه كيعطي واحد النتيجه اللي رائعه. وهذه راه من انجح الوصفات بزاف البنات جربوها، بنات ورجال كلشي جربها، راه سهله بزاف ورخيصه ومتوجده في كل بيت. تنتمنى يعجبكم الفيديو ويكون خفيف ظريف عليكم، وخليوا لي لايك الا عجبكم. لايك مهمه باش انا الفيديوهات ديالي كيتشافوا على اليوتيوب، وفي نفس الوقت يعني كيشجعوني باش انني نقدم المزيد من الوصفات. وقولوا لي واش بغيتونا نبداو نديرو لايف
مره ونبقاو نهضروا ونجمعوا ونتبادلوا الوصفات. كتبوها ليا في التعليقات يعني لتحت اسفل الفيديو باش نعرف واش بغيتوني نديروا واش بغيتوني نطلع لايف، حيت سبق لي هذه شي 3 المرات طلعت لايف بالحق شحال هذه ما باقيش عاودتها. الا كنتو بغيتوني نطلع لايف كي قلت لكم كتبوها ليا في اسفل الفيديو في التعليقات. وشكرا على المتابعه والسلام عليكم.